السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. معاكم قناه اكله بسيطه في مطبخي. لو انتوا اول مره بتشوفوني ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد ممكن. هنعمل مع بعض الجمبري المشوي بتتبيله مختلفه. يلا بينا على الطريقه. معايا بقى كيلو من الجمبري، ومعايا توم مفروم وخضره وليمون، ومعايا جميع البهارات، معلقه صغيره من الملح والكركم، 7 بهارات كاري، بهارات سمك، فلفل اسود، كمون، بودره ثوم، بودره بصل، كزبره ناشفه، معلقه كبيره من المستردة، وكمان زيت. معايا كده جمبري غسلاه كويس جدا، بس سبت حوالي 3 كده اوريكم بنضفهم ازاي. اول حاجه شلت الحتتين دول بالمقص، بعدين هبدا اجيب الخله وهعد كده 1 2 3، وهبدا اشيل الكيس الرملي. لازم نشيل الكيس الرملي علشان ما ينفعش حد وهو بياكل يقرقش كده معاه ويضايقه. فشايفين بشيله بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد 1 2 3 وببدا اشيله بالخله. جبت كده بوله وهحط فيها شويه من الزيت، وهنزل عليهم بعصير الليمون، معايا كده حوالي ليمونتين، وبعدين هنزل بالثوم المفروم والخضره بقى، بقدونس او ريحان، اي خضره عندك، ونزلت كمان بالمستردة والبهارات، وقلبتهم كده مع بعض، ونزلت بالجمبري وانتي بتقلبي بايدك بالراحه عشان ما يشوكيش او حاجه، وهسيبه في التتبيله حوالي ربع ساعه. جبت كده الجريلا وهدهنها بشويه من الزيت، واول ما الزيت يسخن هنزل بالجمبري. طبعا الجمبري من الحاجات اللي مش بتاخد وقت خالص في السوا، من 6 ل7 دقايق كده وبنلاقيه استوى. هغطيه بقى واسيبه يستوي. اول ما احس ان هو اخد لون من تحت هبدا اقلبه الناحيه التانية. تمام، اول واحده استوت حطيت غيرها كده، كله استوى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بسم الله ما شاء الله على ريحته وجماله، بجد حكايه، وريحته جميله جدا، قلبت الدنيا. يلا بينا نعمل الرز بالجمبري والجزر ونشوف المقادير بتاعتنا عاملة ازاي. مقاديرنا بقى هتكون عبارة عن رز مصري او بسمتي. انا هعمل رز مصري، معايا 4 كوبايات، ومعايا جزرتين مبشورين، وطماطمتين كمان مبشورين، طماطمتين كبار كده، ومعايا جمبري مقشراه متشال منه الكيس الرملي ومنضفاه كويس جدا، ومعايا بصلة كبيرة مفرومة، وتوم مفروم، وفلفل اسود، وحبهان ولورا، والليمون المجفف او اللومي، وزعفران، وكمان الملح. حلة على النار هنحط شوية زيت وهسيبهم يسخنوا كويس. سخن معايا كده، نزلت بالجمبري وهشوحه كده تشويحتين، واول ما لونه يتغير هرفعه من الزيت. هنشيله ليه؟ ما ممكن نسيبه ونكمل بيه، بس عشان الجمبري لو طول قوي على النار هيجلد ومش هيكون حلو، فهرفعه من الزيت عشان نكمل الباقي. في نفس الحلة هنزل بالبصل والثوم المفرومين وهشوحهم شوية كده، وبعدين هنزل عليهم بالبهارات، الفلفل الاسود واللوري والليمون المجفف والحبهان، وممكن تضيفي عيدان خشب من القرفة. اول ما اخد لون ذهبي كده بسيط ضفت الجزر وبعدين الطماطم، وهشوحهم بقى كويس جدا مع بعض. وبعدين نزلت كمان بالاربع كوبايات الرز، هشوحهم برضو شوية كده، وهنزل بشوية من الزعفران يدوني اللون الاصفر. لو مش متاح عندك ممكن تنزلي بالكركم، بس الزعفران احسن، وما تكتريش في الكركم عشان بيمرر. هنزل بقى ب4 كوبايات من الشوربة او المية المغليين، بس انا هنا نزلت بكوبايتين شوربة وكوبايتين من المية. طبعا ده بيكون عكس الرز البسمتي. طبعا ممكن ندوقه عشان تشوفي محتاج ملح ولا لا. انا كده ضفت الملح وظبطته وبقى معايا تمام جدا. اخر حاجة وهنزل بيها وهو الجمبري اللي شوحناه الاول مع بعض. هتسيبيه بقى يتشرب، وبعد ما يتشرب هتوطي عليه وتسيبيه يستوي بقى. ايه بقى الجمال والريحه الروعه دي؟ شايفين بقى لونه ولا ريحته جباره بجد؟ لو ينفع اشممهولكوا كنت شممتهولكوا. طعمه بقى حلو قوي ما شاء الله. ان شاء الله تجربوه ويعجبكم. هنعمل مع بعض اقراص الجمبري المقليه، او الجمبري الفلافل، او الجمبري البانيه، حسب بقى ايه المسمى بتاعكم، بتكات مميزه ان شاء الله تعجبكم جدا. يلا بينا على الوصفه ونقول بسم الله. معايا نص كيلو جمبري منضفاه وغسلاه، هو بيكون الحجم الصغير دوت، شايفين الحجم بتاعه؟ تمام. ومعايا 2 بيضة، 3 معالق كبار من الدقيق، بصلة مفرومة، 3 فصوص توم، البهارات كمون، فلفل اسود، ملح، بودرة توم، بودرة بصل، ربع معلقة صغيرة من البيكنج باودر. هحط بقى كده البصل المفروم والثوم المفروم على الجمبري وهقلبهم، وبعدين هجيب ال2 بيضة هروبهم بالشكل دوت، وهنزل بيهم برضو على الجمبري. كل المكونات اللي انا قلتها هننزل بيها على الجمبري.
طبعا كل المكونات هتلاقيها عندك في البيت، مفيش بس غير ان انت تروحي تجيبي الجمبري تنضفيه وتغسليه وتعملي الوصفة دي. معايا بقى 3 معالق الدقيق الكبار، تمام، لازم يكونوا كبار معاكي. هنزل عليهم كده بشوية من المية، هعمل منهم عجينة. العجينة ما بتكونش سايلة قوي وما بتكونش تقيلة قوي. هوريكم القوام اهو، شايفين القوام بتاعها؟ لازم تطلع معاكي بالسمك كده. هنزلها برضو كده وهقلبهم مع بعض. شايفين السمك بتاعه؟ لازم يطلع معاكي في الاخر بالسمك ده. هحط بقى كده شوية من الملح حسب الرغبة، وفلفل اسود وكمون. اهم بقى حاجة هنحطها دلوقتي وهي ربع معلقة صغيرة من البيكنج باودر، دي اهم حاجة لازم تحطيها. ومعايا بودرة بصل وبودرة ثوم، تمام. وهنقلب بقى الخليط كده كله مع بعض، وده القوام بتاعه بقى جاهز معايا بالشكل ده. معايا زيت غزير سخن، هبدأ انزل بقراص الجمبري. شوفي بقى انت عايزه الحجم بتاعها قد ايه، عايزاها كبيره عايزاها صغيره، الحجم اللي انت عايزاه. بس هي كل ما بتكون صغيره كل ما بتكون احسن وشكلها احلى كمان. ايه رأيكم بقى في وصفة النهاردة؟ سهلة جدا ومفيدة، اغلبية الناس بتحب الجمبري. جربي الطريقة دي هتعجبك جدا. طبعا انا كنت بقى عاملة عزومة زي ما انتوا شايفين كده. كنت عاملة شوربة سي فود بالجمبري ورز بالجمبري وجمبري مشوي واقراص الجمبري المقلية وصبيت مقلي وطاجن صبيت. نعمل بقى مع بعض النهاردة احلى شوربة السي فود. بناكلها كتير في المطاعم، طعمها بيعجبنا بس مش عارفين التكات اللي بتخليها حلوة. تعالوا يلا بينا نشوف هنعملها ازاي. جبت كده حلة، حطيت فيها معلقتين من الزبدة، عليهم معلقة من البصل وفصين من الثوم وشوية ملح وفلفل اسود، وهبدأ اشوحهم كده مع بعض لحد ما ريحتهم تطلع. وبعدين هنزل بمعلقتين من الدقيق، هقلبهم برضو لحد ما الدقيق يختفي واحس ان هو اتحمر كده معايا شوية. هجيب نص كوباية من شوربة الجمبري طبعا اللي سلقناه فيها، ونص كوباية من اللبن. ولو طلعت معاكي تقيلة ممكن تزودي شوربة تاني. ونزلت بالجمبري المسلوق اللي احنا اخدنا الشوربة بتاعته، ويفضل يكون طبعا متقشر بس انا كنت مستعجلة جدا اعذروني. وكمان حطيت معلقة من القشطة وشوية كده من الكرفس، وكده كانت جاهزة معايا. طبعا شايفين شكلها عامل ازاي وريحتها وطعمها كان خيال. جربوها وقولولي رأيكم فيها طلع ايه. وطبعا اسهل شوربة سي فود ممكن تعمليها.